بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في أكبر بلاد المتقدمة صناعيا وتقدم علميا بتلاقي نسبة الانتحار كبيرة جدا. يعني أكبر دولة في البحث العلمي أمريكا مثلا، وأكبر دولة في الصناعة متقدمة جدا اليابان مثلا. تلاقي ان اكبر نسب الانتحار موجودة فيهم، لدرجة ان في اليابان عاملين مزلقان كده، حاجة كده منحدرة، جبل منحدر كده ينتهي بصخر صلب جدا للي عايز ينتحر، يروح يرمي نفسه ويخبط دماغه، راسه تخبط بالانحدار الشديد ده، تخبط في الحجر فيموت. وعاملينه كده، تخيلوا في البلد في هذا التقدم الطبي والعلمي والصناعي يعملوا كده في اليابان. ده شيء محزن جدا. وبعض يعني المصورين صوروه، يعني انا كنت متخيل ان ده حاجة خيال علمي يعني. ونفس الكلام في امريكا، لان مفيش ترابط اسري، والواحد لما بيكبر خلاص ما فيهوش احلام وطموحات، لكن مفيش بقى علاقه روحانيه بربنا سبحانه وتعالى. ده اللي بيفتقده هذه الدول. فبرغم ان موجود الانتحار ما ننكروش في الدول الاسلاميه، ولكن نسبته اقل بكتير قوي من هذه الدول. ليه؟ لان احنا عارفين ان الدنيا دار ممر وليست دار مقر، وان الحياه الرئيسيه اللي هناخد فيها الجزاء، وان كنا ظلمنا وان الدنيا مليانه ظلم ومليانه قسوه، لكن في حياه تانية مستنيانا هتبقى افضل واحسن، وفيها حكم عادل هيحكم علينا بالعدل وبالرحمه وبالفضل وبالكرم. فلا يمكن نقنط من رحمه ربنا وننهي حياتنا بايدينا، ودي ذنب كبير ومن كبيره جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، لدرجه انهم يعني بعض الاحاديث قالت ان اللي بينتحر يعني اشرك، مشرك، يعني لدرجه هذه الدرجه. ولكن احنا يعني طبعا رحمه ربنا وسعت كل شيء، ما لناش دعوه بحكم الانتحار لان ده مختلف فيه العلماء، ولكن احنا بنقول ان الحمد لله ان بايماننا بربنا سبحانه وتعالى النسب دي قلت كتير جدا. ومهما بننكسر بنقدر بحول الله وقوته وباتصالنا بربنا سبحانه وتعالى انه يقومنا تاني برغم كل شيء، لان عارفين ان شاء الله ربنا عوضنا، وان كان مش في الدنيا في الاخره، وان كان مش هنشوف اللي ظلمنا في الدنيا، يعني ربنا الدوائر بتدور عليه، هنتعوض منه في الاخره بعمله افضل كتير جدا من الفلوس، وهي الحسنات والسيئات. دي العمله اللي معتمده هناك غير هنا خالص. نسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.